تعالي هاتي معانا نص كيلو دوم مجروش، وتعالي نعمله احلى عصير. في ظرف نص ساعة هيكون معاكي عصير فريش وجميل جدا، من غير بقى اي مكسبات طعم ولا لون ولا اي حاجة. في ثواني هتحضريه. روحي من عند اي عطار وهاتي نص كيلو عصير دوم مجروش بالشكل ده كده اهوت. هاتيه وحطيه في حلة كده اهوت، ولعي عليه. انا ولعت عليه كده من غير ما احط له اي حاجه. انا قبل ما احط له السكر او اي حاجه هديله تقليبه كده على النار. ليه بقى؟ لان انا عايزه اعقمه. هخليه بس يوصل لدرجه السخونيه جامد قوي، وهفضل اقلب عليه كده اهوت لغايه اما اديله تعقيمه كده، لا من اي مثلا تراب اي حاجه جت عليه بتاع. هعقمه كده الاول. هنا كده اهوت سخن معانا، وصل لدرجة السخونية كده وبقى تمام. دلوقتي بقى وهو سخن كده هضيف عليه كوباية سكر. النص كيلو من الدوم هضيف عليه كوباية سكر، وهفضل بقى اقلب برضو كده لغاية اما السكر يتكرمل مع الدوم. هتلاقي السكر ساح كده وخد كرملة كده مع الدوم. الخطوة دي بتبقى حلوة جدا، هي اللي بتخلي الدوم لونه كده جميل وحلو زي بتاع بره بالظبط، بتديله لون حلو قوي. خطوة الكرملة بتاعت السكر ديت هنفضل نقلب كده بالطريقة ديت، هي 10 دقايق كمان وهتلاقي السكر ساح واتكرمل مع الدوم. اهو بصي هنا كده بقى الدوم خد لون مع الكرملة بتاعت السكر اهي. اللون ده كده جميل قوي كده. احنا خلاص دلوقتي بقى هضيف له ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه شويه لان هو بيبقى سخن جدا. انا هضيف له ميه كده تغطيه. كده بقى انا ضفت له الميه بتاعته. دلوقتي بقى انا هغطي عليه وهسيبه لغايه اما يستوي. انا هسيبه بتاع حوالي نص ساعه كده او ساعه الا ربع لغايه اما الدوم يستوي خالص وينزل كل العصاره اللي فيه. هنا كده بعد ما عدى حوالي نص ساعه هنفتح على الدوم كده هنشوفه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونه بقى جميل ازاي، اغمقي معانا ولونه بقى حلو جدا. هو كده خلاص يعتبر الدوم استوى. لو مسكنا واحده كده هنلاقيها بقت طريه اهي، ونزلت كل العصاره اللي فيها كده. كده لونه بقى تمام وحلو قوي معانا. بصوا غامق ازاي زي بتاع بره طبيعي، من غير بقى ما تحطي له لون ولا مكسبات طعم ولا اي حاجه. حاجه كده معموله في البيت طبيعيه عندك وجميله جدا. دلوقتي بقى انا هطفي عليه وهسيبه لغايه اما يبرد خالص، وهبتدي بقى اصفيه كذا مره. هنشوفه دلوقتي مع بعض، بس هسيبه يبرد دلوقتي خالص. دلوقتي هنا كده الدوم انا سيبته لغايه اما برد. هاخده بقى دلوقتي اصفيه. انا هصفيه كذا مره مش مره واحده بس، عشان اي شوايب او اي حاجه تنزل منه. المصفى بس تكون ضيقه عندك عشان تنزل كل حاجه. بصوا نزلت حاجات قد ايه. انا كده هغسل المصفى وهصفيه كمان مرتين كمان اهو. هصفيه مرتين كمان وهيبقى جاهز معانا.
وهنا بقى العصير بقى جاهز معانا بعد ما صفيناه تلات مرات. يعني انا صفيته اول مره معاكم وصفيته مرتين تاني عشان ما يبقاش فيه شوايب ولا اي حاجه. بجد والله طعمه خطير ولونه بصوا صافي كده وطبيعي، ولا بقى عليه لون ولا عليه اي حاجه. لونه طالع غامق كده زي بتاع بره بالظبط، طبيعي وجميل جدا. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه ولايك للفيديو. مع السلامه.